قد استوفينا النقاط المدرجة في جدول الأعمال ديال الدورة ديالنا اليوم. أشكر جميع الأخوات والإخوة الأعضاء والأطر كناس اللي سيرتوا معنا اليوم. كانت الدورة الثانية ديال 2023 ديال غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس مكناس اللي نظمناها بمدينة مكناس نظرا لعدد النقاط المهمة اللي كانت كتخص المدينة. لأن دورة عادية دازت فيها المناقشة ديال التقرير الأدبي للأنشطة ديال الغرفة بين الدورة السابقة وهذه الدورة هذه، وكذلك واحد عدد ديال الاتفاقيات والطلبات والمشاريع، منهم المشروع ديال إحداث مركز للأعمال في وسط مدينة مكناس، ومشروع ديال خلق فضاء للعرض والمعارض في مدينة مكناس، وأيضا مشاريع أخرى على مستوى ديال مدينة تازا ومدينة فاس. كان أيضا واحد مجموعة ديال الاتفاقيات مع المؤسسات، من أهمهم كاين الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والجامعة الوطنية للسياحة، وهادو واحد العدد ديال الاتفاقيات اللي غادي يجعلوا من الغرفة ويتمنوا العمل ديال الغرفة والتموقع ديال الغرفة كشريك أساسي بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للجامعات والجمعيات اللي هي كلها كتصب في النطاق ديال العمل ديالنا. وهذا هو العمل اللي كنديروا به كل يوم، هو المواكبه ديال المنتسبين ديالنا. كنتمنى ان هذا العمل هذا يكون على يليق بالمستوى ديال المنتسبين ديال المؤسسه على مستوى ديال الجهه، واننا نقدروا نساهموا في التحسين ديال المستوى ديال المنتسبين ديالنا على المستوى ديال الجهه، سواء كان على المستوى ديال التجاري ولا على مستوى التكوين ولا على مستوى ديال المواكبه في جميع المجالات. وشكرا.